الضحكة اللي قفلت المكالمة كانتش جاية من السماعة، كانت جاية من الصالة بره. الشيخ وقف مكانه وجسمه سقع وبص الأب وقال له بوش أصفر زي الليمونة: كان مش جاي ياخد ابنك يا حاج، كان جايب ابنك معاه عشان ياخدنا احنا. الأب مستناش، جري على الصالة وهو بيصرخ ياسين، لكن الصالة كانت ضلمة كحل وريحة تراب المقبرة بقت تقيلة لدرجة تخنق. فجأة نورت شاشة التلفزيون لوحدها على شاشة سودا، ظهر عليها بث مباشر من كاميرا الموبايل بتاع ياسين اللي انفجر في المقبرة. الشاشة كانت جايبة صورة من جوه القبر، رقم 13. القبر كان مفتوح وجوه التابوت كان قاعد ياسين ضامم ركبه لصدره وساند راسه على الحيطة ودموعه نازلة دم، وهو بيبص الكاميرا وبيقول: بابا انا لسه هنا، اللي في البيت مش انا، اقفل الباب وما تخلوش يخرج. الاب لف بسرعة ورا ولقى مراته واقفة في الممر، بس ما كانتش لوحدها، كان واقف وراها كائن طويل جدا ملامحه هي نفس ملامح ياسين بس متمطل فوق بشكل مرعب، وايده اللي شبه ضوافر الصقر محطوط على كتف الام. الشيخ دخل الصالة وبدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي وهز الشقة. كائن صرخ صرخة هدت حيل البيت، النور بدأ يرعش والأجهزة الكهربائية بدأت تفرقع لوحدها واحدة ورا التانية. كان بص الشيخ وبعين واحدة رمادية واسعة بشكل مش بشري ونطق بصوت حاد: قرآن يطرد الجن، بس أنا مش جن، أنا الحادثة، أنا الطريق، أنا الموت اللي انتوا رفضتوا تصدقوه. في لحظة الشيخ وقع على الأرض وهو ماسك حنجرته كأنه بيتخنق، وخرج من بقه رغاوي بيضة ومات في مكانه. الأب لقى نفسه لوحده قدام الكائن اللي واخد شكل ابنه ومراته مغمى عليها. كان بدأ يقرب من الأب بخطوات مكسرة كأن عظم جسمه بيتعاد تركيبه مع كل خطوة. الأب في لحظة رعب ويأس افتكر المكالمة الأولى: بابا أنا مش لوحدي هنا. الأب فهم اللغز، ياسين ابنه ما ماتش في حادث الموتوسيكل، الحادثة كانت مدبرة من الكائن اللي عايش على الطريق الدائري من سنة 2005 عشان يسحب روح جديدة تحرس القبر رقم 13 بدله، والجسد اللي اتدفن كان مجرد دمي من تراب، بينما ياسين الحقيقي لسه محبوس في البوابة بين الحياة والموت. كائن قرب من وش الأب وريحة العفن طالعة من بقه وقال له: عشان ابنك يرجع لازم حد يقعد مكانه. الأب بص لمراته المرمية على الأرض وبص لوش ابنه المشوه اللي قبله ودموعه نازلة، أخد نفس عميق وقال: أنا موافق، خدني وسيب الواد. أول ما الأب قال الكلمة دي الكيان طلع ضحكه جنونية وبدأت الشقة كلها تلف وتتحول لتراب. الأب حس بإيدين خفيفة بتسحبه لتحت الأرض وجسمه بيتجمد، وفجأة النور رجع للشقة بالكامل. أم ياسين صحيت وهي بتصرخ، لقيت نفسها قاعدة في الصالة، بيت هادي تماما، مفيش أي أثر للحريق أو الدمار. الشيخ مش موجود، جوزها مش موجود، لكن باب الشقة خبط. الأم راحت تفتح الباب وهي بترتعش، لقيت ياسين واقف على الباب، وشه سليم، هدومه بتاعت يوم الحادثة، وباصص في الأرض وبيبكي. الأم خدته في حضنها وهي مش مصدقة وعمالة تعيط من الفرحة وتدعي لجوزها اللي افتكرته انه خرج يدور عليه. ياسين دخل الأوضة بتاعته وقعد على السرير، وفي نفس اللحظة الساعة 2:30 بالليل تليفون الأم رن. مسكت التليفون لقيت اسم جوزها أبو ياسين بيتحرك على الشاشة، ردت بلهفة: الحق يا أبو ياسين، الواد رجع، انت فين؟ جاء صوت جوزها من السماعة بس الصوت كان بعيد جدا، في صدى تراب بيتردي وبيقول برعب وهيجان: اخرجي من البيت فورا يا أم ياسين، أنا دافن ابننا بإيدينا من 3 أيام، واللي دخل عليك البيت دلوقتي مش ياسين اللي كان معايا في القبر. الأم اتجمدت مكانها وبصت ببطء لغرفة ياسين
لقيت الباب بيتقفل لوحده بتكة المفتاح وصوت ضحكة رفيعة طالعة من جوه الأوضة.